أهلا بيكم يا شباب. لو فاكر إن موبايلات الفئة المتوسطة بقت كلها شبه بعض ومفيش جديد، فريلمي النهاردة جاية تقولك أنا هنا. الموبايل ده مش بس شيك، ده جاي بمواصفات كنا بنسمع عنها في الموبايلات الغالية جدا. ركز معايا عشان الريلمي 14 فيه تفاصيل هتخضك. يلا بينا. أول ما تمسك الموبايل هتحس بتقل شويتين في وزنه اللي هو 196 جرام، لكن ركز معايا في الحتة دي. الموبايل بيجي بسمك 8.75 ملم، وبصراحة الميزة دي ما عجبتنيش لأننا بنتكلم في فئة متوسطة، في حين إن موبايل زي الانفينكس هوت 16 برو وهو فئة اقتصادية طالع أنحف وأشيك منه بكتير في المسكة. فكان المفروض ريلمي تهتم بالسمك أكتر من كده. لو عايز تشوف فيديو الانفينكس وتقارن بنفسك، الرابط في الوصف تحت. ومن التصميم عينينا تروح لأجمل حاجة في الموبايل ده، الشاشة. احنا قدام شاشة مسطحة فلات تماما بتصميم الثقب وبحجم عملاق 6.77 بوصة. الشاشة دي ترددها 120 هرتز، يعني سلاسة خرافية. والأهم إن إضاءتها بتوصل ل 2000 شمعة، يعني الشمس مش هتقدر عليها وهتشوف كل حاجة بوضوح. بس الجمال والشاشة دي وراها قوة مرعبة. الموبايل ده مش خايف من المية. ريلمي 14 جاي بدعم رسمي لشهادات IP68 و IP69، يعني يغطس ويطلع يضحك. والحركة دي بتفكرني بالوحش الريلمي C75 اللي اتكلمنا عنه. لو عايز تشوف اختبارات المية الحقيقية، هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف، روح اتفرج عليه وتعالى كمل هنا. وقبل ما نخش على وحش الأداء، لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه، انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة. دعمك ده هو اللي بيخلينا نستمر ونطور القناة عشان نوصل لأفضل مستوى ونحقق أحلامنا ونطور. وعشان الشاشة ال 120 هرتز تشتغل صح، كان لازم قلب نابض قوي، وهو معالج سناب دراجون 6 جين 4. المعالج ده بيدعم شبكات ال 5G وبيديك أداء مستقر جدا في الألعاب والمهام اليومية من غير ما يسخن أو يقطع منك كأداء. أما الكاميرا الأساسية فهي 50 ميجا بكسل ومزودة بمثبت بصري OIS عشان تنسى الهزة في الصور والفيديوهات. والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل للعزل. والمفاجأة إن الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات 4K، يعني جودة سينمائية في جيبك. وعشان التجربة تكتمل، الموبايل فيه سماعات ستيريو صوتها نقي وعالي، ومعاها مايك إضافي لعزل الضوضاء عشان صوتك يوصل واضح في المكالمات حتى لو انت في وسط الزحمة. البطارية هنا ضخمة سعة 6000 ملي أمبير مع شاحن 45 واط. بس الصياعة في ميزة الباي باس تشارجنج اللي تخليك تلعب والموبايل متوصل بالشاحن من غير ما الحرارة تزيد أو البطارية تتأثر، ميزة حرفيا للجيمرز وبس. الذاكرة هنا 256 جيجا بايت UFS 3.1 مع 12 جيجا رام. بس العيب التاني إن درج الشريحة هجين، يعني تركب شريحتين أو شريحة وكارت ميموري. والحركة دي بتفكرني باللي قلناه في فيديو السامسونج A17. لو عايز تعرف المواصفات الكاملة للسامسونج وتعرف تختار إيه، الفيديو موجود في الوصف تحت. وأخيرا الموبايل ده نازل بألوان تخطف العين، اللون التيتانيوم واللون الفضي. دي كانت الخلاصة في الريلمي 14. قول لي في التعليقات إيه أكتر لون عجبك، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان انت اللي بتخلينا نستمر. سلام.